صدام حسين كان رئيس جمهورية العراق من عام 1979 حتى سقوط نظامه في عام 2003. ولد في 28 أبريل 1937 في قرية العوجة قرب مدينة تكريت. ينتمي صدام إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يسعى إلى توحيد العالم العربي تحت مظلة الاشتراكية القومية. الخلفية السياسية: انضمامه إلى حزب البعث. صدام حسين انضم إلى حزب البعث في الخمسينيات من القرن العشرين وشارك في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسما في عام 1959. بعد فشل المحاولة، هرب إلى مصر وعاد إلى العراق بعد نجاح انقلاب 1963 الذي أعاد حزب البعث إلى السلطة لفترة قصيرة. الوصول إلى السلطة: في عام 1968 قاد البعثيون انقلابا ناجحا أوصلهم إلى السلطة. صدام كان نائبا للرئيس أحمد حسن البكر، وكان له دور فعال في إدارة الدولة والأجهزة الأمنية. في 1979 تولى صدام الرئاسة بعد استقالة البكر. فترة حكمه: السياسات الداخلية. اتسمت فترة حكم صدام بالقبضة الحديدية على الحكم، حيث تم قمع المعارضة السياسية بقوة، وكان يعتمد على شبكة واسعة من أجهزة الأمن والمخابرات للسيطرة على البلاد. كما سعى إلى تعزيز النزعة القومية العربية والاشتراكية. الحروب: شهدت فترة حكم صدام حربين كبيرتين، الحرب العراقية الإيرانية من 1980 إلى 1988. صدام غزا إيران بعد الثورة الإسلامية في 1979 واستمرت الحرب لمدة 8 سنوات. وانتهت دون فائز واضح، مما خلف خسائر بشرية واقتصادية كبيرة. حرب الخليج من 1990 إلى 1991. غزا صدام الكويت في أغسطس 1990 مما أدى إلى تدخل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، وانتهت الحرب بتحرير الكويت وفرض عقوبات اقتصادية قاسية على العراق. نهاية حكمه: في عام 2003 قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن حرب على العراق بزعم امتلاك صدام لأسلحة دمار شامل، وتم إسقاط نظامه. في ديسمبر 2003 تم القبض على صدام حسين وحوكم بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وأعدم في 30 ديسمبر 2006. صدام حسين كان شخصية جدلية، حيث ينظر إليه البعض كزعيم قوي عزز مكانة العراق إقليمياً، بينما يراه آخرون كديكتاتور تسبب في معاناة كبيرة لشعبه والبلدان المجاورة.